أعلن المجلس الإفتاء السوري مقدار زكاة الفطر لعام 1446 هجرية 2025 ميلادية وموعد إخراجها وعلى من تجب ولمن تعطى. اللهم من فتح هذا المقطع استره بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك ولا يد تمسك. اللهم ارزق كل من فتح هذا المقطع رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد، واستجب دعاءه من غير رد. اللهم وسع رزقه وفك كربه وفرج همه وارزقه من حيث لا يحتسب. وكل من قال آمين يا رب العالمين. ما مقدار زكاة الفطر في سوريا لعام 1446 هجرية 2025 ميلادية؟ وفقا لمجلس الإفتاء السوري فإن مقدار زكاة الفطر في سوريا يقدر بكيلو و900 غرام من القمح أو ما يعادله من الحبوب، وهو ما يعادل تقريبا 11,000 ليرة سورية أو ما يعادله بالدولار الأمريكي أو العملات المحلية الأخرى، وذلك حسب أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية. وقت إخراج زكاة الفطر في سوريا. توقيت زكاة الفطر مهم جدا، وقد حدده الشرع على النحو التالي: يبدأ وقتها من غروب شمس آخر يوم من رمضان. آخر موعد لإخراجها قبل صلاة عيد الفطر. من أخرجها بعد صلاة العيد فإنها لا تحسب زكاة، وإنما تعتبر صدقة عادية. هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ اختلف العلماء في جواز إخراج زكاة الفطر نقدا. الرأي الأول المالكية والشافعية والحنابلة: لا يجوز إخراجها نقدا، بل يجب أن تكون طعاما كما ورد في السنة النبوية. الرأي الثاني الحنفية وبعض العلماء المعاصرين: يجوز إخراجها نقدا إذا كان ذلك أنفع للفقراء. في سوريا يفضل إخراجها نقدا بسبب الحاجة الشديدة للأموال لشراء الحاجات الأساسية. كيفية توزيع زكاة الفطر في سوريا أو لمن تعطى زكاة الفطر: الفقراء والمساكين، الأيتام والمحتاجون، اللاجئون والمهجرون بسبب الحروب. حكم زكاة الفطر في الإسلام: اتفق العلماء على أن زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم قادر، وقد ثبت ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه البخاري ومسلم. على من تجب زكاة الفطر: تجب على كل مسلم لديه ما يكفيه وأسرته في يوم العيد. يخرجها الرجل عن نفسه وعن جميع أفراد أسرته بما في ذلك الزوجة والأبناء. نسأل الله أن يجعل زكاتنا سببا في رفع البلاء عن الأمة الإسلامية، وأن يعيد علينا العيد بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير.